اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله عاملين ايه؟ السندوتش منه وصل ل 30 و40 جنيه. طب ليه ما احنا نقدر نعمله في البيت وبنفس طريقة المحلات، ويمكن كمان هيطلع احلى، ولادك هيدوقوه بطعم حلو جدا جدا. حطي الجريل بتاعك، حطي الطاسة، حطي اي حاجة عندك انت بتستخدميها، وحطي فيها شوية من الزيت، ونزلي الصدق بتاعك كده زي ما انت شايفة، وخليه ياخد تشويحة كده حلوة، نص تشويحة يعني او نص تحميرة زي ما بنقول. وما تنسيش يا بطه يا وزه حلوه انت وهي تحطي اللايك بتاعي، وتكتبي لي كومنت حلو منك يفرحني ويسعدني، والاهم من كل اللي احنا بنقوله ده تصلي على الحبيب علشان خاطر قلبك يطيب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنسيبه بقى يتشوح كده تشويحه، ونرجع مع بعض مسافه ما تغمضي عينك وتفتحيها، واوعي تروحي في اي حته تانية. هنا بقى كده اللهم بارك اهو اتحمر معانا نص تحميره. هنعمل ايه؟ هنطلعه بقى من الزيت دوت كده، ونحطه في طبق ونركنه على جنب علشان خاطر نعمل الخلطه الرهيبه بتاعه المحلات او بتاعه المطاعم، بدون اي افتكاسه ولا فيها اي حاجه خالص نهائيا. بس اهم من كل دوت ان الصدق يبقى نص تحميره. وهنا بقى في نفس الجريل ونفس شويه الزيت اللي هم بتوع الصدق دول، انزلي بقى بالحبشتكنات بتاعتك، بصل وفلفل الوان وطماطم، وقلبي كل ده كده مع بعضه. عايزينه يتسبك شويه مع بعض، يدبل يعني حبه، بس مش يدبل قوي، يعني يدبل شويه. يلا بينا هنا بقى، سمي الله وصلي على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وانزلي بقى برشه كده من الفلفل الاسمر ورشه من الملح. احنا هنا بنتبل الخضار، لكن الصدق بتاعنا طبعا متبل، انت بتجيبيه من عند الراجل هو حاطط له كل التوابل بتاعته. قلبي بقى الخضار ده كده مع بعضه وسيبيه بالظبط بتاع 5 دقايق، وهنجيب بقى ايه ننزله عليه الصدق بتاعنا. في واحده هناك لسه ما صليتش على الحبيب، الكل يصلي على الحبيب علشان خاطر قلبه يطيب. هاتي بقى الصدق بتاعك ونزليه على الخلطه دي، وابتدي قلبي كل ده، ووطي النار بتاعتك علشان خاطر يكمل السوا بتاع الصدق. علشان كده قلنا نحمره نص تحميره بس. وطبعا بصوا الجريل اللي بيتكلم عن نفسه بالالوان بقى، الاحمر والاخضر والاصفر، دي حاجه بتفتح نفس الولاد. واعمليه بقى زي ما انت حابه بقى في اي نوع عيش انت بتفضليه. هنا اللهم بارك الجريل بتاعنا جاهز اهو، طفينا خلاص عليه، وبسم الله ما شاء الله. عيش فينو شغال، عيش شامي شغال، عيش سوري شغال، اي حاجه انت تحبيها هي شغاله والمتوفر عندنا. وبصوا بقى الصدق استوى ازاي. ويا رب الطريقه والفكره تكون عجبتكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. بحبكم كلكم في الله، واقول لكم زي ما بقول لكم كل مره ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.